الآن بعض الأسئلة التي وردتنا كتغريدات في تويتر. أخذ هذا السؤال الذي ورد ويقول من مبيد القوارض، يقول أحمد الخالدي هو أحمد الخالدي، هل سيتم، سبحان الله كنت تتكلم عن هذا الموضوع شيخ عدنان، هل سيتم هدم الأضرحة الشامخة التي تعبد من دون الله كالتي في السيدة زينب وغيرها في باقي مناطق سوريا بعد سقوط النظام؟ كنت أتكلم عن موضوع هذا وأتى هذا السؤال المحرج لك، هل سيتم هدم هذه القبور؟ جميل حقيقة هذا السؤال، وفي هذه المناسبة والمقام لنا كتاب اسمه منهج الدعوة إلى الله، منهج الدعوة على ضوء الواقع المعاصر أو في ضوء الواقع المعاصر. ادخلوا الطبعة الثانية، أرجو تدخلوا الشبكة وتحصلوا على الكتاب. الكتاب فيه تفصيل لهذا الأمر. إخواننا، أول عندنا قاعدة تقول التعليم والبيان، التعليم والبيان قبل الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة. كم صنم كسر؟ لا فائدة من تكسير الأصنام وبقاء ذلك في القلوب. فالواجب علينا، الواجب أن نبين للناس أن عبادة الأموات لا تجوز. لذلك القاعدة عندنا البيان والتعليم قبل الحكم، قبل الحكم والعمل. هذا شريعة الله عز وجل من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لما انتشرت العقيدة واستيقن الناس وأنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح، عند ذلك كسروا الأصنام، ولذلك لم يبقى عابد لها. يعني ما راح واحد أخذ الصنم ووضعه في البيت يعبده. نحن نريد أن نعمل بقوله تعالى لا إكراه في الدين، فنبين لهم أن الأصل عبادة الواحد القهار بالأدلة، فالناس تقتنع. أنا أضرب لكم مثال. خرج عالم عظيم جدا في مدينة حما قبل 100 سنة أو أقل، اسمه الشيخ سعيد الجامي. أهل حما يسمعونني وأهل سوريا، من أعظم العلماء حكمة. نعم، حكمة واحد وحده. الآن في حما كلها لا يوجد قبر يعبد من دون الله، وحده طلع وبدأ يبين للناس. خلاص الناس كفت، فلا يوجد في حما أبدا يوجد قبر يطاف به أو قبر يسجد له أو قبر ينذر له في كل حما شيخ؟ كل حما. طيب، ممكن لا في بعض القرى، لكن عن المدينة. إذا شيخ، الحكمة التي سعى إليها هذا الشيخ هدم القبور والأضرحة في نفوسهم. أحسن. أنا كنت أريد أن أقول هذا، بس خشيت أن تسجل علي بصراحة. نعم. يعني كنت أريد نحن نريد كذا كذا هدم غيرهم. هلا بيسجلوا الأوباش النظام وبيقول بدهم يهدم القبور. فنحن نريد أن نهدم هذا في قلوب الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، أنا أسألكم سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالفأس أم بعث بالكلمة؟ الله يصلحكم. بعث بالكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بالسيف أم بعث بالدعوة؟ لاحظوا. إذا أنا فصلت هذا في الكتاب، ممكن الرجوع إليه، وفي قواعد كثيرة. طيب.